مرحبا بكم يا أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. قصتنا اليوم هي قصة عالمية معروفة، ولكن بأسلوب آخر. هيا معنا لنبدأ. قصة اليوم هي قصة أليس في بلاد العجائب. في أحد أيام الصيف، جلست أليس مع أختها على ضفة النهر الكبير، وكانت أختها تقرأ كتابًا عن الطيور وعاداتها وألوانها وأشكالها، وأما أليس فقد أشغلت نفسها في مطاردة الفراشات واللعب معها. وأثناء مطاردة أليس للفراشات، شاهدت أرنبًا كبير الحجم يركض بسرعة، فركضت أليس وراءه لتمسكه، فخاف الأرنب من أليس ودخل حفرة كبيرة. فوقفت أليس على حافة الحفرة ونظرت في داخلها، فلم ترى الأرنب، وسألت نفسها: ترى أين ذهب الأرنب؟ سأنزل إلى الحفرة وأمسك به. وعندما نزلت، رأت نفسها في بلاد العجائب، وشاهدت الملك والملكة ومخلوقات كثيرة متعددة. لاحظت أليس أن حجمها يتغير كلما أكلت أو شربت شيئًا، وعندما طلبت المساعدة من الآخرين لم تجد من يساعدها، ولم تعرف ماذا تفعل ولا إلى أين تذهب. وعندما نظرت أليس في المرآة، وجدت نفسها طويلة جدًا، فقالت: يا إلهي، كيف أصبحت طويلة هكذا؟ ومع ذلك فإن أليس لم تخف، لأنها كانت شجاعة جدا. وكانت أليس طيبة، تحب الناس وتحب مساعدتهم. فعندما رأت رجلا يحاول الاعتداء على امرأة في السوق، حاولت أليس منعه، واشتكت المرأة الرجل إلى الشرطة، فشهدت أليس مع المرأة، فحكم القاضي على الرجل الشرير بالحبس. أحبت أليس في بلاد العجائب الطيور والحيوانات والفراشات الملونة، ومع ذلك فقد كانت تتمنى أن تعود إلى حجمها الطبيعي، وأن ترجع إلى أمها وأختها الأكبر منها. وعندما نعست في الليل، نامت واستغرقت في النوم، فرأت قطتها في منامها، فركضت وراءها لتمسكها، فوقعت عن السرير وفتحت عينيها، فعرفت أنها كانت في حلم جميل في بلاد العجائب. وهكذا تنتهي قصتنا اليوم يا أحبابي. نلتقي معا إن شاء الله في قصة جديدة. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتخبروا أصدقائكم ليسمعوا معنا أجمل القصص. دمتم بخير يا أصدقائي، مع السلامة.